يا صباح الجمال، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. النهارده هنعمل وصفة جميلة جدا. هنعمل مع بعض الفول النابت. أكلة جميلة جدا تنفع معاكي في الغداء وتنفع معاكي في العشاء. سهلة خالص. هنعملها بقى من الأول ألف للياء. هنعمل من أول التنبيت لحد التسوية، وهتاخدي معاكي أحلى شوربة فول نابت ممكن تاكليها في حياتك. جميلة جدا 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 بمكونات بسيطة وبخطوات سهلة جدا. يلا بينا بقى عشان ما اطولش عليكم نبتدي في الوصفة بتاعتنا. أول حاجة عندي فول بلدي اللي بيبقى فاتح ده. بتروحي للعطار تقولي له انا عايزه فول بلدي. الحبايه اللي بتبقى فاتحه دي الفول البلدي. تمام. بتجيبيه كده اهو في طبق غويط او بوله او حله عندك، وتروحي حاطه عليه ميه. يعني تنقعيه في الميه ليله كامله. تمام. يوم كامل، بلاش ليله، يعني مده ما تقلش عن 24 ساعه. تمام. تنقعيه يوم كامل 24 ساعه. هتغطيه بقى وتسيبيه يوم كامل. بعد اليوم كامل ده هنرجع بقى ونشوفه هيتضاعف حجمه ازاي وهيبقى شكله ايه، وايه الخطوة اللي هتجي بعد كده. تمام. هنسيبه يوم كامل ونرجع مع بعض. كده انا سبته يوم كامل 24 ساعة. شايفين اتضاعف حجمه ازاي؟ حجمه كبر وبقى جميل ازاي. بسم الله ما شاء الله. بعد كده هنعمل ايه؟ هنصفيه كويس جدا، هنحطه في مصفى ونغسله كويس جدا تحت الحنفية. وبعد كده هنحطه في مصفى وتحتيه بولة. وهنجيب اي فوطة عندك او اي قماشة عندك نظيفة، هتغسليها كويس قوي. تمام. وتعصريها من المية. تمام. بس تخلي فيها نسبة من المية، تبقى مندية من المية. يعني اغسليها وعصريها تبقى بس مرطبة كده، وبعد كده تحطيها على الفول على الوش كده. تمام. تغطيه كويس عشان خاطر يبتدي عملية التنبيت بتاعتي. عملية التنبيت بتاعتي بتاخد من يوم معايا لحد 4 ايام. ماشي. معاكي من 3 ايام ل4 ايام على حسب. هوريكي دلوقتي لغايه ما توصلي للنتيجه المظبوطه. تمام. هقولك كمان خطوه تانية ممكن تعمليها. دي اول يوم بتغيري عليه بقى الطريقه دي، بتغيري عليه مرتين في اليوم او 3. معاكي من مرتين ل3 مرات في اليوم. دي انا مثلا عملتها الصبح بالطريقه دي. تمام. وغطيتها. الظهر بقى رحت شلت القماشه من عليها، وابتدت ان هي تنبت بالطريقه دي. شايفين؟ شايفين شكلها بدأت تنبت ازاي؟ تمام كده. يبقى انا هغير عليه 3 مرات في اليوم. ما عندكيش وقت ل3 مرات في اليوم، خلاص غيري. يعني ممكن تعمليه مرة الصبح ومرة بالليل. تمام. هنا برضو شطفت شطفة تاني، ورحت بليت برضو الفوطة غسلتها كويس جدا وعصرتها خليتها مندية بالمية بس، وحطيتها برضو غطيت بيها الفول كويس قوي زي كده. وبعد كده هسيبها برضو لحد بالليل. تمام. بس كده. المرة بقى التالتة اللي انا حاجة اغير فيها، هوريكم ازاي نبتت وان هي كبرت معايا. التنبيتة كبرت شوية، عشان كده بقولك سيبيها 4 ايام عشان لما تيجي تعمليها في الشوربة تاخدش وقت معاكي وتبقى جميلة خالص. شايفين نبتت ازاي وبقت جميلة؟ ده كده اليوم التاني. تمام. كان منظرها بالطريقة دي. طبعا لسه فيه منبتش، فعشان كده بقولك سيبيه 4 ايام. رحت شطفته كويس قوي. تمام. غسلته وغسلت الفوطة او القماشة بتاعتي وعصرتها كويس، وبعد كده حطيتها في المصفى الاول. دي طريقة تانية برضو للتنبيت. حطيها في المصفى الاول وعليها الفول اللي انت غسلتيه كويس وصفتيه، وبعد كده بتغطيه كويس جدا بالقماشة بتاعتك. بتقفلي عليه بالفوطة او القماشة بتاعتك اللي انت حطيتيه فيها في المصفى. تمام. وبعد كده بتسيبيه برضو تسيبيه شوية، يعني الصبح بقى هيبقى منظره جميل. ده بقى. وممكن ترش على القماشة برضو شوية مية كده من فوق، بيساعد برضو في التنبيت. احنا ليه بنشطفه على طول؟ عشان خاطر الجو حر، عشان خاطر ما يعملش معايا ريح. كده خلاص اليوم الرابع قررت العملية دي، ان انا اشطف الفول واشطف برضو القماشة كذا مرة، اغسلها كويس جدا. لحد رابع يوم لقيت خلاص. شايفين التنبيتة تبقى قد عقلة الصوبع او اطول شوية. تمام.
اول ما تلاقي الفول كله نبت، يعني مفيش واحده ما نبتتش معايا والتنبيته طويله جدا قد عقله الصبع او اطول كمان شويه، كده معاكي الفول جاهز معاكي لاحلى شوربه معاكي. وهنا معايا جزر وفلفلايه واحده حمراء، ما عندكيش فلفل احمر ممكن تستغنى عنه، ودي طماطمايه كبيره او متوسطه، وليمونه، وده بصل صغير. تمام، البصل الكميه اللي انت حباها، انا بحب البصل المسلوق في الشوربه دي، وفلفل اسود وكمون وواحده مرقه وكمان ملح، ودي كزبره ناشفه، ومج من عصير الطماطم وزيت. تمام، مكوناتنا بسيطه جدا، وهنشوف ازاي هنعمل احلى شوربه للفول النابت. وكمان الفول النابت كمان هيبقى طعمه جميل جدا، احلى من اللحمه نفسها. هقول لكم ازاي. اول حاجه جبت حله على النار، حطيت فيها شويه زيت صغيرين خالص، يعني ممكن في يعني ممكن مقدار معلقتين كبار بتوع الاكل دول زيت. وحطيت على طول الفول النابت بتاعي بعد ما غسلته كويس جدا وصفيته. تمام، اهم مرحله مرحله التنبيت، لو نبتيه كويس اضمن ان انت هتاخدي احلى شوربه واحلى فول نابت هتاكليه، وكمان مش هياخد معاكي اي وقت خالص في السوا. هشوحه كويس جدا في الزيت، وبعد كده هنزل بالجزر والفلفل اللي هو احمر، والطماطم كمان والبصل. هنزل بمكوناتي، وبعد كده هقلب كويس جدا الفول بالمكونات بتاعتي كلها. تمام، طبعا الفول النابت ده ما بياخدش سوا خالص، غير الفول المدمس ده حاجه وده حاجه. الفول النابت ده يعني اخره نص ساعه وبيبقى مستوي وبيبقى دايب كمان وجميل خالص. شوحتهم كويس جدا مع بعض، الفول مع الجزر مع الفلفلايه الحمراء مع الطماطمايه مع البصل، شوحتهم كويس. بعد كده هنزل بقى بباقي المكونات بتاعتي. وطبعا في الوقت ده انا بغلي ميه، يا اما في حله على النار يا اما تغليها في كتل، ما عندكيش كتل اغليها على النار عادي. اهم حاجه انزلي على الفول النابت، انزلي عليه بميه مغليه عشان ما ياخدش معاكي اي وقت خالص. تمام، اهو كده انا نزلت على طول بالميه المغليه. شوحت الاول خالص الفول النابت مع المكونات بتاعتي اللي هو الجزر والبصل والفلفل الاحمر والطماطم، وقلبتهم كويس جدا. وبعد كده نزلت على طول بميه مغليه بس كده. وبعد كده هديله بقى ايه تقليبه كده، وهسيبه لغايه لما يبتدي يغلي. ليه انا نزلت بميه مغليه؟ عشان خاطر الفول بتاعي ما يجلدش ويتاخر في السوا. ده بيساعد زي اللحمه كده، انت بتسيبيها بتضيفي لها ميه مغليه عشان خاطر ما تشدش معاكي. نفس الكلام اي حاجه ضيفي لها ميه مغليه عشان ما تاخرش معاكي في السوا. اول ما تاخد اول غلوه كده هتلاقيها طلعت الريمه الريمه كده على الوش، لازم تشيليها عشان خاطر الشوربه بتاعتك تطلع معاكي نظيفه وصافيه وما فيهاش اي شوائب او اي حاجه، يعني تبقى شكلها كويس ونقي كده. بعد ما شلتي خلاص الريمه، بتضيفي بقى المج بتاع طماطم، عصير الطماطم. وبعد كده بتضيفي المرقه، يعني بتضيفي المكونات التانية دي بعد ما تشيلي الريمه من على الوش. وبتضيفي بتاع ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ما تكتريش الفلفل الاسود عشان خاطر ما يغمقش معاكي الشوربه. ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه، وكمان الملح طبعا بتظبطي ملحها. وهتضيفي ليمونه، طبعا الكمون مش هتضيفيه دلوقتي، هتضيفيه في الاخر. عصير الليمونه كده بتعصريه. وبعد كده خلاص هديله. بعد كده بتحطي برضو قشر الليمون، كده كده انا غسل الليمونه كويس كده منضفاها، فهتحطي قشر الليمون كده كده هنشيله في الاخر خالص. تمام، بعد كده بتدوقي الشوربه بتاعتك، لو ناقصه ملح بتزوديها، لو مظبوطه خلاص انت كده حطيتي ملح. وبعد كده بتغطيها لغايه لما الفول بتاعك يستوي تماما. انا اخد معايا نص ساعه وكان استوى. انت يعني تلت ساعه كده وبصي عليه. تمام، لقيته طلع ريمه تاني،
رحت شلته ربع ساعة كده، كان بيغلي ربع ساعة، ورحت فتحت عليه لقيته طلع ريمة كده على الوش، رحت شلتها برضو. كل ما يطلع ريمة شيليها زي اللحمة بالظبط. بس بعد نص ساعة بالظبط من ان انا اغطيه كان خلاص استوى وكان دايب جدا جدا جدا. هغطيه تاني وهسيبه لغاية لما يستوي، وهرجع لكم تاني هوريكم برضو بعد ما استوى الشوربة ازاي نقية وازاي جميلة خالص. شايفين الشوربة مفيش اي ريمة على الوش عشان انا شلتها اول باول. كده خلاص الفول بتاعي كان ان هو استوى. هوريكم برضو شايفين دايبة ازاي. تطلع اول ما تلاقي الفولة بتاعتك مسكتيها ودوست عليها طلعت من قشرة كده ودايبة، خلاص على كده. طبعا انا شلت بقى الجزر وشلت الفلفل الاحمر وشلت الطماطم، كل ده شلتهم من الشوربة. تمام، وريتهولكم اهو شلتها، وشلت كمان قشر الليمون. وخلاص كده الفول بتاعي جاهز. هنعمل له بقى احلى طشة عشان تاكلي احلى فول نابت. جبت طاسة على النار وحطيت شوية زيت. طبعا ما بتحطيش سمنة خالص في الوصفة دي. الوصفة دي بتبقى خفيفة كده على المعدة وبتريح المعدة معاكي، فانت اعمليه كله بالزيت. ماشي، بلاش طشة بالسمنة في الفول النابت، بالزيت بتبقى حلوة جدا وبتبقى خفيفة. وبعد كده جبت معلقة توم كبيرة كده مفرومة وحطيتها في الزيت. وحبيتي ان انا اعمل الطشة بتاعتي عادي خالص، بس بدل السمنة حطيت زيت. هقلب في التوم كويس جدا. اول ما يبتدي يدخل في اللون الذهبي الفاتح هنزل على طول بالكزبره الناشفه. شايفين لونه خلاص. هو التوم اصلا ما بيتاخرش خالص ان هو يلون. خلاص كده ابتدى ان هو يدخل في اللون الذهبي الفاتح. هبتدي على طول دلوقتي انزل بالكزبره الناشفه، معلقه صغيره كده من الكزبره الناشفه او معلقه كبيره على حسب. مثلا حطيت بتاع نص معلقه كبيره، يعني معلقه صغيره بس مليانه، معلقه صغيره مليانه من الكزبره الناشفه. وابتديت ان انا اقلبها كويس جدا من بيت تومه. تمام جدا، كده الطشه بتاعتي جاهزه. شايف الريحه كانت بجد خطيره جدا. بتجيبي بقى ايه الفول النابت بتاعنا، وهتنزلي بالطشه كده زي الملوخيه بالظبط. زي الملوخية وزي البامية لما بتعمليها الطشة تبقى جميلة جدا جدا جدا. بتحول الشوربة معايا لحتة تانية خالص. احلى فول نابت ممكن تاكليه في حياتك، جربيه بالطريقة دي ونفس الخطوات بتاعة التنبيت. سهلة جدا، ما خدتش معايا اي وقت خالص. انت بتغيري عليه الصبح ومرة بالليل لمدة 4 ايام لغاية ما تلاقي التنبيتة بتاعتك وصلت لحد عقلة الصبع او اكبر شوية. بعد كده بتعملي الشوربة بتاعتك، بتبقى احلى شوربة ممكن تاكليها. حطيت في الاخر خالص معلقة صغيرة من الكمون. وابتديت ان انا اقلبها كده غلوة واحدة وطفيت عليها. وخلاص على كده. ليه حطيت الكمون في الاخر خالص؟ عشان ميبتديش يغلي معاه من الاول ويمرر معايا الشرب. غلوة واحدة وكان خلاص حلو قوي كده وكان جاهز. هنبتدي بقى نغرفه مع بعض. شايفين الشوربة دي يقولوا عليها شوربة لحم. الشوربة شايفين لونها جميل ازاي، وكان ريحتها حلوة قوي، وكان طعمها حلو جدا. وكمان البصل المسلوق ده كان طعمه لوحده جميل جدا، غير ان هو طعمه حلو كمان مغذي جدا. جربوا البصل المسلوق ده كمان. بيبقى مسلوق كده وطعمه حلو قوي، واخد من طعم الشوربة سواء في اللحمة سواء في الفول النابت سواء في الفراخ في اي حاجة بيبقى طعمه مميز جدا. خلاص كده عرفت خلاص الشوربة بتاعتنا. احلى فول نابت بجد اكلته. حلو خالص. انت كمان ممكن تنبتيه، بعد ما تنبتيه ممكن تشيلي اكياس في الفريزر وتطلعي على قد الوجبة بتاعتك وتعمليها كل مرة وجبة كده. يعني مش لازم تعملي الكمية كلها اللي انت نبتيها على طول في نفس اليوم، لا ممكن فرزيها في اكياس في الفريزر وطلعي كل وجبة على قدها. وبألف هنا وشفا، بجد كان طعمها حلو جدا 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 جدا. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايك الجميل بتاعكم والتعليق الحلو بتاعكم عشان بيشجعني، وكمان عشان خاطر يوصل لكم كل الوصفات اللي انا بعملها مع بعض. متنسوش تمشوا على نفس الخطوات وتقولوا رأيكم في التعليقات برضو اللي هيجربها
واشوفكم في رعاية الله في فيديو جديد